انتاجونست سوبر سيتس ايه هي ومين اللي يلعبها وهل فعلا بتبني عضلات ولا لا؟ هي فكره ان انت تلعب عضلتين متقابلتين من غير راحه ما بينهم، زي ان انت تلعب حركه دفع وحركه سحب ورا بعض على طول من غير ما تريح في النص. والداتا العلميه بتقول ان هي فعلا بتبني كتله عضليه زيها زي الستريت سيتس، وهي فرصه كويسه جدا للناس اللي وقتها ضيق. لكن لازم تبقى ذكي جدا في اختيار برمجتك للحركات، يعني ما تجيش تلعب لي بنجلوم سكوات مثلا ومعاه رومانيان ديد ليفت، مش هتعرف تعمل ريكفري. الريكروتمنت بتاع الموتور يونتس في الحركه الثانيه هيبقى اقل بكتير من الحركه الاولانيه، وغالبا النتيجه مش هتبقى افضل حاجه. فممكن تلعب حاجه زي الرومانيان ديد ليفت ومعاها ليج اكستنشن، لكن ده مش معناه ان انت لازم دايما تلعب حركه كومباوند ومعاها حركه ايزوليشن. ممكن تلعب حركتين كومباوند فيهم ستابيليتي عالي، زي مثلا شيست سبورتد تي بارو ومعاها ماشين شيست بريس. هتعرف ان انت تطلع فيهم فورس كويس، الفتيك هيبقى اقل بكتير. فهنا يجي دور الشخص اللي فاهم برمجه وفاهم اختيارات حركات. ودايما لو كان الاوبشن بالنسبه لك انك تلعب ستريت سيتس اختار ده، لكن لو وقتك مزنوق مفيش مشكله انك تستخدم حاجه زي دي.